السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة نو ميديا مع محمد العاصي. أنا بنزل كل يوم تلات فيديو جديد بتكلم فيه عن التأثيرات في الأفتر إفكت، وبحاول على قد ما أقدر أتكلم عن الإفكتات المهمة اللي مفيش حد بيشرحهم، والشرح بيكون بطريقة مختلفة ومبسطة جدا. هتلاقي هنا بلاي ليست فيها إفكتات كتير مفيدة. لو استفدت منهم ما تنساش تعمل كومنت ولايك وشير وسبسكرايب، عشان ده بيشجعني وكمان عشان تشوف كل جديد. شكرا جدا ليكم. يلا نبدأ فيديو جديد. خوفوني وقالوا لي ما اعملش الحلقه دي بالذات، بس انا صممت علشان اقدم الحقيقه لجمهوري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا صديقي واهلا بك في فيديو جديد. النهاردة معانا افكت مش هقول لك بقى ان مفيش حد اتكلم عنه، لا في ناس اتكلمت عنه. احنا هنقول معلومات محدش قالها عن الافكت ده، وحاجات في الافكت ده مهمة جدا. فخلينا النهاردة نبدأ ننزل اللير بتاعتنا. هنجيب علم مصر عشان نطبق عليه. هو الإفكت ده كان في حد طلبه من الناس المتابعين للقناة، كان كتبه في كومنت في الفيديو اللي فات، وأنا قلت له لازم أشرحه الأسبوع ده يعني. ماشي. المهم خلينا نظبط الدنيا كده ونهيئ الدنيا للشغل. خلاص كده تمام. نبدأ بقى إيه، نجيب الإفكت يا باشا. هنحدد اللير بتاعتنا، وبعدين نكتب في الإفكت عند بريسيتس. هنكتب الإفكت اسمه ويف وارب. تمام. بسهولة جدا. تمام. طلع الإفكت هتنزله على نحدد اللير وننزل الإفكت عليه. تمام. وبعد ما ننزل الإفكت زي ما انت شايف الإفكت ظهر بشكل حاد كده. هنبدأ بقى ايه، عايزين نخليه رفرف كده. فهنبدأ ان احنا نزود الموجة، ارتفاع الموجة يكون كبير، وبعدين نخلي عرض الموجة، نزود عرض الموجة لحد ما تبقى شكلها حلو. هتبقى شكلها كويس كده، اكنها موجة بجد، اكن العالم بيرفرف بجد يعني. تمام. هنبدأ نكبر في الموجة. تمام. في العرض بتاع الموجة كمان أزيد لحد ما نوصل للي احنا عايزينه. تمام. أعتقد هي تبقى 500 وحاجة يعني. استنى خلينا نكتبها أفضل. خلينا نكتب مثلا 480. لا لسه عايزة كمان، خلينا 500. أعتقد كده كويس. هنقلل الارتفاع شوية ماشي عشان تظبط أكتر. زي ما انت شايف شكلها ممتاز جدا جدا جدا. آه، بس يا صديقي. الآن مع فقرة الإعلانات اللي ممكن تنجز فيها، تاكل لقمة، تشرب سيجارة، تروح تعمل بيبي. نلتقي بعد الفاصل. فلحد هنا ده اللي الناس كلها شرحته، وده اللي الناس كلها اتكلمت عنه. تعالى بقى نشوف اللي الناس ما شرحتوش، والناس اللي ما تعرفوش، والناس اللي ما اتكلمتش عنه في الافكت ده، والافكت ده بيقدر يعمل ايه تاني. يلا بينا نشوف. طبعا خلينا نزود القيم عشان يبدأ الافكت يظهر معانا، اي حاجة نغيرها فيه تظهر معانا. ماشي. خلينا نغير القيم كده. تمام. نزودها خالص. عايزين نزود القيم بحيث انها اي حاجة هنعملها تبقى باينة. ده طبعا اتجاه الموجة، اتجاه الريح. شوف انت عايز تظبط الريح بتاعتك جاية منين، وهتظبطه على حسب اللي انت عايزه من السيتنج دي. تمام. ده يا باشا سرعة الموجة او سرعة الهواء. ماشي. هتبدأ ان انت تس- تتس- ت- تكبر السرعة، تبدأ تكبر السرعة. ماشي. آه، زي ما انت شايف بتبدأ سريعة. خلينا نرجعها واحد. ماشي. عندنا كمان ايه تاني. احنا ممكن نغير الحاجات من هنا. ممكن ان انت مثلا لو انت العصاية بتاعت العلم اللي هي بتبقى ماسكة العلم دي، ممكن تغير مكانها. ممكن هنا تخليها، هو هنا بيقول لك ليفت، هنا من على الشمال. لو انت عايز العلم يبقى ماسك من الشمال، من ناحية الشمال. ماشي. فزي ما انت شايف كده بيبقى شكلها افضل، تبقى الناحية ثابتة من ناحية الشمال زي ما انت شايف كده، بيبقى شكلها افضل. وهنا لو انت عايز تمسكها من فوق التوب. تمام. ده من فوق بتبقى شكلها افضل وبتبقى مظبوطة يعني. ده لو انت عايز تمسكها من اليمين، هخلي العصاية في الناحية اليمين. فطبعا انت تقدر تتحكم في مكان العصاية ايا يكن. انت عايزها منين يعني. ده لو انت عايزها من تحت. ماشي. لو انت عايز العصاية تبقى ايه اكنك عامل من تحت كده، او ممكن تبقى تستخدمها في الموجة. ماشي. ده لو انت عايز العصاية او مثلا العلم ممسوك من كل الاتجاهات، اللي في النص بيتحرك بس. تمام. وده لو انت عايزه من اتجاهين، من اتجاه اليمين والشمال مع بعض، واللي في النص عادي. خلينا نرجعه زي ما كان. فاهم فاهم. خلاص انا قلت له هو مش هيعمل كده تاني. بعد اذنك بقى روح اغير هدومي لحسن زمانها مبلوله. بعد اذنك.
تمام. وبعدين نبدأ نجيب بقى ايه حاجات تانية زي دي تنفع جدا في الشغل. وكمان كل الناس ما اتكلمتش عن الحاجات دي، يعني مفيش حد اعتقد اتكلم عن الحاجات اللي موجودة في الافكت التانية دي. تمام. فخلينا بقى نبدأ نغير في القيم عشان نشوف الحاجات دي ممكن نطلع منها ايه. تمام. زي ما انت شايف ده تحسه كده ايه زي عدسة مكبرة او حاجة بتعدي على العلم. وده تحس ان هو موجة بس موجة حادة شوية. ماشي. وهنا ممكن نعمل ده اكنك انت حاسه كده اكن في حاجة بتطلع لفوق على طول كده. ماشي. المهم خلينا نشوف ده يا سيدي زي ما تحس ان هو ماشي على سير اسطوانات كده، مش عارف تحسها ماشية على اسطوانات او سير كده. ماشي. او في اسطوانات تحتها فهي ماشية عليها. دي اسطوانات اكبر شوية. تمام. تحسها زي الطبعة كده، طبعة الورق بتمشي ورا بعضها كده. ماشي. تعال نجرب التاني. دي برضو شكلها تحفة جدا. تمام. خلينا نجرب اللي بعده كمان. ايه تاني. النويز. ده نويز لو انت عايز تعمل نويز على العلم. برضو شكله كويس. ممكن نعمل سموز نويز. تمام. آه، دي برضو انعم شوية كده. احنا شرحنا تقريبا الافكت كامل، فكده عارف ان كل حاجة في ريحها ستوب واتش بينفع تتحكم في المدة بتاعتها، تقدر تتحكم في مدة ظهورها ومدة اختفائها وكده. سقف اللي بتوع الجرافيكس يا جماعه بيتعبوا قوي 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 قوي. واتمنى ان الناس يكون بيعجبها المحتوى، فخلينا نستفيد كلنا ونفيد بعض. وشكرا جدا ليكم. وما تنساش بقى تعمل لايك وشير وتعمل كومنت تقول لي فيه رأيك في الفيديو، وتقول لي لو انت عايز شرح فيديو تاني، وتبعت الفيديو لاصحابك اللي ممكن يستفيدوا منه. وعايزين نوصل ل1000 متابع بقى يا صديقي. الفيديو اللي فات كانت مشاهداته كويسة جدا، ويا ريت بقى الفيديوهات اللي جاية تبقى أفضل، ونبعتها للناس أصحابنا ونرشحها لناس من أصحابنا كمان. معلش بقى يا رجالة أنا برغي كتير، فشكرا جدا ليكم. السلام عليكم. لو سمحت يعني ايوه. اي حد يسأل عليا انا قاعد على القهوة بره.